قصة رائعة، عليك أن تسمعها وتأخذ العبرة منها. في يوم من الأيام خرج الأسد للصيد، فرافقه النمر، وفي الطريق انتبه النمر بأن الضباع تلاحقهم وتراقبهم، فقال للأسد: لماذا يراقبوننا؟ لم يرد عليه الأسد، واستمر في المشي. وجد الأسد فريسته، فبدأت الضباع تزمجر بأعلى صوتها، فسأل النمر صديقه الأسد: لماذا الضباع تزمجر؟ فلم يرد الأسد. هجم الأسد على فريسته وبدأ بالركض. شاهد النمر أن الضباع تركض خلف الأسد وتزمجر بقوة، لكن الأسد لم يلتفت لحظة لها، حتى التقط فريسته وبدأ يأكلها، والضباع تراقبه حتى انتهى من أكله وذهب، لتأتي بعده الضباع وتأكل العظام والفضلات. سأل النمر صديقه الأسد مرة أخرى وهو مندهش: لماذا لم تلتفت إلى الضباع كل الوقت؟ ظننتهم سيغدرون بك ويقتلونك. فأجابه الأسد قائلا: وهل تجرؤ الضباع على مهاجمة الأسود؟ اسمع يا صديقي، لا تلتفت للضباع في حياتك، فكل ما يستطيعون فعله هو الزمجرة والنباح ليشتتوا انتباهك عن هدفك، لكن لن يستطيعوا أن يأخذوا منك سوى ما تركت لهم كرما منك. ولو أني التفت إليهم ما كنت أسدا، وما كنت الوحيد ملك الغابة. العبرة من القصة: هناك أناس لا يعرفون سوى مراقبة الآخرين والكلام عنهم وانتقادهم، محاولين أن يضلوك عن هدفك في هذه الحياة. صحيح أنك لن تستطيع أن تمنع الناس من الكلام عليك، لكنك بكل تأكيد تستطيع أن تمنع نفسك من التأثر بما يقولون. فكلام الناس مثل الصخور، إما أن تحملها على ظهرك فينكسر، أو تبني بها برجا تحت أقدامك فتعلو وتنطلق.